السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما كتشوفوا معايا الروينه في هذا لاتولي ان شاء الله صافي غادي نصاوبوه اليوم. هنايا كنت كنفصل ونخيط حيت عارفه راسي من بعد ما غادي نسالي راه غادي نخمل داكشي، علاش كتشوفوا راه الروينه. عندي مشكل في هاد الارضيه، مع الاسف كتشد الوسخ، شتو دغيا كتوسخ. والمشكل فيه في هاد الزليج هذا ما صدقش صراحه، وقالها لي مول الزليج قال لي راه غادي يمحنك في التنظيف، ولكن انا ضربت حساب اللون وما ما ضربتش حساب النوعيه. ما عليناش، المهم دابا غادي نديروا له ان شاء الله الخشب. كنت اصلا غادي ندير له الخشب واحد النهار باش نحيد عليا هاد الزربيه هنا، غادي نحيدها لان كتشد بزاف هاد الخمله والوسخ. المهم غادي نحيدها ان شاء الله. دابا غادي ندوز باش نخرجوا هادشي كامل لبرا، باش ندوزو ان شاء الله نصاوبوا الزليج. غادي نصاوبوا الخشب ماشي الزليج. شوفوا الحمد لله كملت الصباغه وفينيت هذا الشيء كامل، يعني هذا الشيء اللي كان فيه كاع دوك الطبايع وداك الشيء. شي طبيح صفر كيخرجوا ليا في السيما. هذاك الشيء لاحظته من نهار يعني كملوا الخدمه ديالهم. ما عرفتش واش هذاك الشيء كان في السيما، المهم كان في البغلي، ما عرفتش واش في السيما ولا في الكاياس. وشي ماده صفراء كتبدا تخرج، عييت ما نصبغها. كما كتشوفوا هو واحد لاطاش هنا ما بغاش كاع تحيد نهائيا، جاتني صعيبه هذيك باش نطلع لها. شي بلايص هنا رانا عمرتهم، يعني حيت دوك لي الفيسات اللي كنت دايره باش علقنا التلفازه وداك الشيء. المهم راه حاولت نخفيهم ما امكن، ولكن راه تيخرجوا. ها هما شفتوا كاين شي طبايع ها هما صفر صراحه عذبوني بزاف، ما واش تحيدوها واحده اخرى. شفتوها كيفاش دايره، ما عرفتش تتخرج واخا نعيا ما ندير في لوندوي وندير الصباغه، ما عرفتش الحل ديالها. قلت حتى تنشف مزيان 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 ونعاود نشوف، ربما يعني نحاول نخفيها باش ما كان. المهم هذوك لي طاش راه ما بقاوش كثار، بعدا بقات غير هذيك ديال الفوق وهذيك ديال القنت وشي وحده هنايا. هادشي اللي بقى. الحمد لله. المهم ارتحيت شويه ملي حيدت عليا هذاك الوسخ اللي كان فيه. بقات الارضيه غادي تنقى، ولكن بديتها وعييت صراحه، ضرني عنقي بزاف وضرني ظهري بالصبيغ. داكشي علاش غادي نمشي نرتاح. ريم راها كاينه، راها كدير الغدا، غادي نمشيو نتغداو انا وياها ونرتاحوا شويه ونعطيها شويه د الوقت حتى هي راه كتسالي القرايه كتبقى قانطه. نمشيو نتفرجوا انا وياها في شي حاجه وندوز معاها وقيت. عاوتاني حتى من بعد ان شاء الله عاد نجي باش ننظف مزيان، لان التنظيف خصو يكون التنظيف موراها تلصق ديريكتومون، يعني باش ما تبقاش عاوتاني حتى توسخ، يعني حيت نشف الارضيه ديك الساعه نبدا نلصق الخشب. هادشي اللي كاين. المهم عييت بزاف صراحه، ولكن ملي تنقلت الحاله عجبني الحال، ارتحيت، لان كما قلت لكم هذاك الشيء ما صبغتش اللور لان كنت ملهيه. ولكن دابا ما غاديش نعطل، ان شاء الله غادي نحاول نصبغ اللور. غير نقطعوا الخشب ونفينيو باش نكون بوحدي. يعني راكم عارفين النهارات اللي كيكون فيهم سليمان كنحاول نستغل الوقت اللي كنكونوا اونصومبل باش نخدموا بجوجنا. ملي ما تيكونش هو الحاجه اللي ممكن نديرها بوحدي انا راه كنديرها ماشي مشكل. صافي هادشي اللي كاين، غادي نمشي نرتاح. والمهم انتم غادي تشوفوا ان شاء الله هادشي حتى يزيان كامل. كما كتشوفوا غادي نبدا نقطع الخشب. بالنسبه للطريقه باش كنقطع، ما كندير لا عبارات لا والو، يعني كنحاول ندير بالاحجام. كناخذ ورقه يعني خشبه وحده وكنقطعها عشوائيا، مره كندير متر ومره كندير 90 مره متر و20 باش كيجيو متفاوتين الخشبات، باش حيت كنحطوهم في الارض واحد العدد كبير، ولكن كنخلي واحد العدد اللي هو كنكمل به الخط، لان ضروري فاش كنحط الاخرين عشوائيا الاخر كنعرف حتى يعني نعبر من الحيط
ساعات كنقطع، هذيك الساعه كيخصني ضروري نعبر. بالنسبه للحيط راه دائما تنخليو واحد نص سنتيم، حنايا كنخليو شي مرات كاع حتى لسنتيم، لان غادي نديرو البليته. البليته راه كيكون فيها ديك الخشبه فيها 2 سنتيم ولا 2 ملي. المهم سنتيم فاصلة 7 او لا 8 راه كتغطي الفجوه باش كيلقى الخشب فين يتحرك كما قلت لكم، لان فاش كيتنفخ والصيف عاوتاني راه تيتفش. المهم ماشي مشكل. مشيت بهذه الطريقه هذه حتى قطعت هذا كبير، وغادي ندوز باش نحس بهم هذيك البلاصه اللي قطعت. غير هو نصيحه بالنسبه للناس اللي بغاو يشريو شي منظر بحال هذا، من الاحسن تاخذوا داك اللي كيزيد للقدام. كما كتشوفوا انا راه كندير العمليه ندير كنقطعو ونعاود نقلب الخشبه. كاين واحد النوع يعني فاش كتقطعو كيزيد هو القدام، عاد كتقطعو الا بغيتو. المهم في واحد اللي هو التيسور ولا سميتو كيدفعوه. حنايا فاش شرينا هذا ديك الوقيته داز تقريبا واحد الشهر لقيناهم راه جابوا الاخر، ولكن ديك الساعه شرينا هذا وما كانش بيناتهم شي فرق كبير، يمكن بيناتهم غير 100 درهم او لا 250 درهم ولا بقيت عاقله. ما عليناش. المهم انا غير كنصح بالنسبه للناس اللي بغاو ياخذوا راه هذاك اللي شريناه مابقيتش عاقله، ولكن غتشوفوا الفيديوهات قدام. يعني نخاف نعطيكم الثمن دابا، ما بقيتش عاقله نهائيا. ما عقلتش واش 2000 درهم واش قل شويه، والله ما بقيت عاقله. المهم راه نفعنا بزاف، خدمنا به شحال من حاجه الحمد لله. المهم كما كتشوفوا انا راه كنحط هذوك الخشبات باش غادي ندوز ان شاء الله نبدا نلصقهم، وغادي تبعوا معايا المراحل ان شاء الله حتى تشوفوا الشكل النهائي ديال البلاصه كامله غير لاتولي. بالنسبه للكولا اللي كيلصقوا بها الباركي ماسيف او لا اللي مصاوب بالخشب الحقيقي في الارضيه، سواء كان زليج او لا البيطون او لا، المهم غير يكون مليسي، هي هذه. كاين هذا النوع هذا كتشرى بالوحده، كدير شي 350 درهم هذه. المهم راه كلشي دابا غلا، راه كنا شريناها ب 300 درهم. وبالنسبه لهذه راه كنشريو في السطل، هذه لا مارك بوستيك راه معروفه، ماركه مزيانه صراحه. صح البلاندي هي اللي غادي نلصق بها في الارضيه. طبعا الارضيه راه نظفتها وكنت تشوفوا شحال نقيتها بجافيل حتى تخنقت، ولا بغات تخرج ليا داكشي باش كرهت هذه الارضيه هذه، وكان ضروري باش نسبق الخشب لهنايا. لان صراحه هذا الخشب هذا ما جبناهش على لاتولي، جبناه على حسب بيت النعاس، لان مازال عندنا بيت النعاس حتى هي فيها غير الزليج. والزليج راكم شفتوا كيفاش ركبناه، وداكشي اللون ديالو جاي مختلف على اللون ديال الدار. وصراحه راه الخشب راه كيعطي واحد الدفء زوين بزاف. ولكن صافي انا قهرتني هذه الارضيه بجد ما موسخه، وكتشوفوا لاتولي كيتوسخ ليا. هذاكشي علاش قررت نسبق لاتولي وبيت الناس ان شاء الله حتى من بعد. المهم الطريقه راه كتكون ديك لا سباتول اللي هي دايره بحال المشطه، كديروا واحد الكميه يعني تقادوها مزيان، ومن بعد كتلصقوا الخشبات. هاد الخشبه هادي انا راه زقلت وقلبتها ماشي مشكل، كنحيدها ونقلبها. هي راه كتاخذ شويه الوقت باش عاد كتنشف، غير هي حيت يكمل واحد الخدمه. حنا كما كتشوفون حيت هي كيكون فيها السطل، كيكون فيه 3 ديال الاكياس. الثمن والله ما بقيت عاقله واش 1200 درهم او لا، والله ما بقيت عاقله، لان شريناه مده شويه عاد بدينا كنخدموا. لان كنا موصين على الخشب كما قلت لكم مده طويله. معليش. المهم كما كتشوف كندير بهذه الطريقه هذه، ضروري كنضربوا بهذيك ديك سميتها المطرقه ديال باش كيصاوبوا الزليج باش كيثبت مزيان. ومن بعد عاد كنزيد واحد المسمارات بين الخشبه والخشبه. هنايا انا راه ما درتهمش حتى تيجي سليمان، لان خدمت هذاك النهار بوحدي ما كانش سليمان، وما بغيتش نضيع الوقت، لان كنحاولوا نسرعوا شويه الوتيره ديال الخدمه. ما عليناش. المهم راه الحمد لله راه خدمت خير الله. كما كتشوفوا معايا كملنا الارضيه الحمد لله، احتاجنا واحد يومين باش كملناها. الحاجه اللي وقعت لينا وهو فاش خدمت انا بوحدي، فاش كنكونوا بجوج كنتعاونوا. علاش؟ لان انا كنبدا نقطع ونحك الخشب ونركبو، وسليمان كيشدهم بالمسمارات مع بعضياتهم باش ما كيبداش يزلقوا، لان ديك الكولا كتزلق، وفاش كتزلق كتعطي لي جوان. انا هذيك لابارتي اللي صاوبت كلها تقريبا، هذا الجزء هذا اللي صاوبت بوحدي عطانا شويه ديكالاج، وهذاك الديكالاج اثرنا على هاد الجهه الاخرى. حتى من بعد عاد حاولنا نقادوها. ما عليناش. المهم كما كتشوفوا قطعوا لنا بزاف ديال لي جوان. معليش غادي نعمروهم بديك العجين. غنوريهم لكم هذه
انا راه كنت بديت بعدا الخدمه بوحده كانت عندي، ولكن كانت خاصاني داكشي علاش غادي نكمل بها. اللون راه ماشي بحال كما كتشوفوا، ولكن ماشي مشكل. صراحه كنت باغيه هذا اللون هذا لان هذا هو اللون تقريبا اللي غادي ندير. ولكن معليش هادشي غادي يتحك، ما غاديش يبقى باين، لان فاش جربت هنايا هاد الجزء هذا راه كان مجنخ بحال هكا، فاش حكيتو يعني كيولي عامر غير دوك الجنيبات. وماشي مشكل، يعني غادي ندير اصلا اللون. راكم عارفين انا ما عنديش مع اللون الاصفر في الخشب، يعني هذا اللون هذا ما تيعجبنيش. وحاجه اخرى علاش ما تيزيدش يعجبني، انا فكرت فيها قلت غادي نقص هذه المره، يعني ما نديرش لا تانت نقص على راسي الخدمه. ولكن اللي خايف هذا اللون هذا فاش كنديروا له الفيرني في الاول كيجي ما بيش يعني مقبول، ولكن مع الوقت داك الفيرني كيولي اللون ديالو صفر، وانا عدويه اللون الاصفر، يعني تقريبا كيولي بحال هكا. وغادي تكونوا لاحظتوها في دوك لي ميبل القدام عندكم، راه فاش كيقدم الفيرني كيولي عاطي الصفوريه، وانا صراحه ما تتعجبنيش ديك الصفوريه. داكشي علاش غادي نتانتيه داكشي باش معليش واخا العجين كيما قلت لكم اختلف اللون هذا ماشي هو هذا، ولكن معليش المهم راه ما بقاش سليمان هادشي اللي بقى، راه غادي نقضي بها ان شاء الله. دابا نشوف كاع البلايص اللي هما متواسعين، لان راكم عارفين حنا دابا درنا الخشب في الشتاء، وهذا ما كنصحش به. حنا المشكل اللي كيوقع لنا دائما هو راكم عارفين، انا قلت لكم راه كنا دفعنا الخشب باش يتصاوب لنا من الصيف، ولكن السيد اللي كيصاوبوا لنا راكم عارفين المدينه الصغيره ما فيهاش ناس بزاف عندهم ديك الماكينه اللي كيشرحوا بها الخشب. الوحيد اللي كاين في بسليمان عنده الخدمه كثيره وما تيساليش، اما حنا راه دفعنا هذا الشيء من شهر 7 يمكن، وراه ما وجدتش حتى لدابا. معليش ماشي مشكل. المهم راكم عارفين من الاحسن الا لقيتو ديروا الخشب في الصيف باش كيكون ماشي منفوخ، يعني يكون في الحاله الطبيعيه ديالو، كضربوا حساب لي جوان. حنا دابا راه درناه وغادي نحاولوا نعمروا لي جوان باش في الصيف حيت ما يتجمع الخشب ما يبقاوناش الفراغات. ايوا صافي هادشي اللي كاين. المهم غادي ندوز دابا نعمر، وهي راه كتنشف دغيا. هذه راه ماشي بحال النجاره مع الكولا، راه كتنشف دغيا باش غادي نحك الارضيه ان شاء الله، وندوزو لمرحله الفيرني و لا تانت والفيرني.